اهلا بكم فيديو جديد. معاكم مارو. الساعة كام؟ 9 بالليل. 9 بالليل وهنروح ناخد لفة في وول مارت عشان نروح اشتري حاجات ونتكلم ليه اخترت هذه البلد امريكا. اقول لك ليه. في حين ان انا ما كانش عندي اختيار ان انا اختار امريكا، يعني انا مسافر غصب عني، مش غصب عني بس هي جات لي، يعني مش هقول لا. بس انا دلوقتي عندي الاختيار اروح كذا دولة تاني اعيش فيها، بس انا لسه عايش هنا. فده سؤال لازم يترد عليه عشان تعرف ان هو يعني ليه اسباب كتيرة قوي، وليه وايه الاحسن وايه المميزات هنا في امريكا. فكل ده نتكلم فيه واحنا في الطريق، وناخد لفة كمان في وول مارت نشتري شوية حاجات. في الفيديو ده انا عايز اقول لك على كام حاجة. لما بتيجي تعيش في امريكا وتعدي مثلا 5 سنين 6 سنين وخلاص اخدت الجنسية وعايش وكده، هتلاقي نفسك تقدر بالجنسيه يعني تعيش في اي دوله تاني، تروح تشتغل في اي دوله تاني، مثلا تعيش في دبي، مثلا تروح اوروبا، تسافر اوروبا تعيش فيها، تاخد اجازه، مش عارف ايه. فتلاقي نفسك بتلف 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 بتلف، وهتلاقي نفسك انت مبسوط في امريكا. على سبيل المثال انت مثلا سافرت تركيا او سافرت مثلا ولايات تاني مثلا جوه امريكا، نزلت مصر مره، حاسس ان انا مش عارف اتاقلم، انا حاسس ان انا مبسوط هنا. بس طبعا الانبساط ده ليه اسباب، فانا هقول لك المميزات سواء شغل دراسه بكل حاجه. فانا اقول لك ليه، ومش انا لوحدي، انت دايما بتقعد تقول السؤال ده. يعني ليه اللي بيقعد مثلا يعني يشتكي على الفيسبوك ولا على السوشيال ميديا ان هو امريكا صعبه والحياه او الغربه عامه صعبه، بتقعد انت نفسك تقول له ايه مش عاجبك انزل، صح؟ بس هو مش عايز ينزل. بس انا هشرح لك بقى ايه الفرق ده ليه. بص، في حاجه لازم تعرفها، ايه هي؟ ان هي امريكا مش جنه. امريكا ما بتدكش فلوس على الجاهز، مثلا مش بتقول لك والله خد اهي $5000 او خد او. فانا اقول لك الجانب الصعب في امريكا عشان لو انت قادر تتحمله فانت اخترت الولايه الصح، او انت اخترت المدينه الصح، او انت اخترت الدوله الصح. الصعب في امريكا هنا ان انت بتدفع على كل حاجه ضرايب. يعني على سبيل المثال انا رايح اشتري ازازه المايه دي، لو ازازه المايه دي ب $2.5 ممكن توصلك $2.80. تقول لي يا عمر هي 80 سنت يعني انت عاملها موضوع ليه؟ لا، قيس بقى على الحاجات الكبيره كده، قيس على كل حاجه كده. هتقول لي يعني ايه؟ اشرح لي مثلا. هقول لك انا اوكي اشرح لك. يعني مثلا على سبيل المثال الشرطه اهي، على سبيل المثال تمام، انت مثلا رايح تجيب عربيه، لو العربيه مثلا ثمنها 50,000 بعد الضرايب ومش عارف ايه توصل لك 55 75,000. البيت لو ثمنه $800,000 يخش لك في 1,500,000 مثلا بعد بقى الضرايب ومش عارف ايه والكلام ده. يعني من الاخر اي سعر انت بتشوفه على النت من عندك في مصر او من اي دوله عربيه انت عايش فيها، مش ده الواقع اللي احنا بنعيش فيه. كل حاجه هنا تدفع عليها ضرايب، فانت بتلاقي نفسك السعر المكتوب كويس، بس انت بعد الضرايب والحوارات وي تدفع مبلغ. يعني على سبيل المثال يقول لك ايه، انت ممكن، انا اصلا راكب عربيه مرسيدس، تقول ايه ده يا عم قسطها كام دي مثلا؟ اقول لك انا مثلا والله بدفع $600. انت في بالك تقول $600 دول عاديين، هم مش عاديين، $600 دي مبلغ، بس انت ما تاخدش بالك ان $600 دي بيدفع عليها تمام $350 انشورنس. تمام، يعني انا بدفع العربيه دي تامين مثلا $350، فكده العربيه دخلت في كام؟ في $900. بس استنى، ال 600 بالظبط في $625 دي في منها $135 بتروح ضرايب. يعني انت بتدفع من قسط العربيه مثلا 625، في 100 وشويه بيروحوا ضرايب بس، يعني مش بتخصموا من حق العربيه. انت فاهمني؟ على كل شهر يعني تخش لك في اخر السنه مبلغ. مش بس وكده، انت بتيجي كمان اخر السنه، يعني انت بتيجي شهر واحد في بدايه السنه الجديده اللي هي تعتبر اخر السنه، بتعمل فايل تاكسس، يعني بتعمل التاكسس بتاعتك اللي هي الضرايب بتاعتك. تمام، يقول لك تعالى يا فلان عملت كام طول السنه؟ عملت مثلا الرقم ده، لا هتدفع عليه ضرايب $5,000 $6,000. تمام، هتلاقي ايه ده يا جماعه، انا كل اللي بعمله مثلا بيروح. هي دي بقى البوينتس، ان مش كل الناس بتعرف تتاقلم، مش كل الناس بتعرف تتاقلم على الحاجات دي او تعيش الحياه دي. ليه؟ عشان زي ما قلت لك انت تدفع تامين على اسنانك ودروسك والهيلث كيلو مش عارف ايه والبلا بلا بلا والكلام ده كله، كل ده هنا في امريكا غالي. تمام، هتقول لي طب الناس هنا بتعيش ازاي؟ اللي معاه فلوس او مش اللي معاه فلوس، اللي بيشتغل شغلانه حلوه هو اللي يعرف يعيش العيشه دي، يعيش ان هو يعني يعرف يدفع الحاجات دي كلها ويتاقلم. التاقلم ده اللي معاه شهاده، زي مثلا الشهادات هنا بتدفع لها فلوس. بس الميزه مثلا انا كنت بدور في دبي ان انا ادرس حاجات وبتعلم يعني حاجات معينه، تمام، لقيت ان انا
الدراسه في دبي غاليه جدا جدا جدا، في حين ان انا في امريكا مثلا الشهاده اللي انا عاملها ثمنها حاجه و50,000 دولار، بس انا بقسطها هتقول لي ايوه يا عم بقسطها، يعني على 30 سنه بتدفع لك حوالي $100 في الشهر، از نوت بيج ديل. تمام؟ فانت لما بتخرج بشهادتك وبتاخد لك مثلا حوالي 18 20 30,000 دولار في شهر مثلا، يعني تمام، ايه يعني $100 في الشهر؟ ايه جامعه مش موضوع، صح؟ ده اللي انا بكلمك عليه. انا عارف ان انا قلت لكم هنروح وول مارت، بس شكل الكلام هياخدنا هنا يعني. المهم، فده اللي انا بقول لك عليه. في ميزه كمان من الميزات، عارف انت لما تيجي تروح الجيم بقى، جولد الجيم، البراندات الغاليه، بتجيب البروتين بتاعك مثلا، عايز تجيب عجل، عايز كل الحاجات دي في امريكا رخيصه. امريكا ليها ميزه جامده جدا، وده اللي انا بقول لك عليه بقى. سيبك بقى من الحاجات اللي هي العواقب والكلام ده دلوقتي اللي احنا كلنا عادي بنعدي منها. تمام؟ امريكا ليها ميزه ان هو الاكل، الشرب بتجيبه عادي، الجيمات، النوادي بتروح عادي، الجناين ومش عارف الملاعب الكوره وملاعب التنس ومش عارف ايه بتروح عادي. تمام؟ كل الحاجات دي عادي، ما تذكرش اصلا بفلوس. تمام؟ يعني مثلا انت ممكن تروح جولد الجيم اللي احنا عندنا في مصر مثلا تدفع لك الاف الجنيهات في السنه. تمام؟ انت هنا بتدفع له كام؟ $30 في الشهر. $30 دي ولا اي حاجه، $30 دي وجبه من ماكدونالدز حرفيا، انت فاهمني؟ فانا تقول لي عشان كده اخترت امريكا، اقول لك انا في ساعتها كنتش مختار امريكا، كنت هي اللي جايه لي، بس انا دلوقتي عندي الاختيار، هقول لك والله لسه انا هفضل اعيش فيها. هل ممكن اغير رايي اذا حاجه حصلت بقى، ثورات بقى ولا حاجه، انت في علم الغيب. تمام؟ بس حتى الان انا شايف، انت نفسك شايف ان كل الدول متاثره بايا كان اسباب ايه. تمام؟ متاثره حاجات كتيره جدا. تمام؟ امريكا متاثره في البنزين، والبنزين غالي ومش عارف ايه بس الحياه مش صعبه. تمام؟ في حين ان في دول تانية مش عربيه برضه متاثره، في دول كتيره جدا بقت متاثره كتيره جدا. تمام؟ انا شايف من وجهه نظري انا كشاب، تمام، امريكا فيها فلوس كتيره جدا، بس اللي شغل دماغه، لو انت عرفت تشغل دماغك صح، تمام، هتعرف تعمل فلوس كويسه جدا. بس لو انت ما عرفتش تشتغل دماغك مش هتعرف تعمل فلوس. يعني بمعنى ايه؟ لو انت ما شغلتش دماغك وفضلت تشتغل بقى كاشير، وتشتغل في سموك شوب، وتشتغل مع عرب في محلات عربي واكل وشرب، وتقف في المطبخ تقطع اكل وتنظف ومش عارف ايه طول حياتك، مش هتاخد حاجه. لو انت تدور على الكاش، الفلوس الكاش ومش عارف ايه عشان ما تدفعش ضرائب ومش عارف ايه، هتيجي على سن التقاعد مش ولا هتلاقي لك تامين ولا. امريكا هنا بتدي لك ميزتين، ده الميزه اللي هي التقاعد بتاع الحكومه العادي، وفي حاجه اسمها 401k. 401k ديت هحكي عليها في فيديو معين، بس انا عايز اقول لك ان ال 401k ديت عباره عن فلوس انت بتدفعها كل شهر لو انت حابب، يعني دي اختياري، بتدفعها كل شهر. تمام؟ والشركه اللي انت شغال فيها بتدفع لك، يعني انت مثلا عشان ابسطها لك، يعني انا حطيت $150 في الشهر دوت في ال 401k دي. تمام؟ الشركه هتحط لي زيهم 150، بقوا 300 في قبض الواحد، انا بقبض قبضين يعني 600 في الشهر. قيس بقى على كده طول السنه، قيس على كده طول العمر بتاعك 20 30 40 سنه لحد سن التقاعد بتاعك. تمام؟ بلس ان هم بيشغلوا لك الفلوس دي، فتلاقي نفسك على سن التقاعد معاك $200,000 $500,000 على حسب المبلغ او على حسب البرسنتج اللي انت حاططها. لو انت عايز تعرف اكتر عن 401k قول لي تحت في الكومنت وانا هعمل فيديو مخصوص عنها، بس انا حبيت اقول لك. فانت بتيجي على سن التقاعد، تمام، لو انت درست بشهادتك وحوشت فلوس واوريدي اتخرجت واوريدي معاك عربيتك واوريدي خلصت بقى، ما انت سن التقاعد دي يعني معاك بيتك ملكك ما بتدفعش عليه اقساط، وجيت على سن التقاعد ومعاك الفلوس بتاعت الحكومه اللي هي المعاش بتاع الحكومه، ومعاك ال 401k، انت هتعيش ملك بعد التقاعد. في حين ان احنا في ناس في سن التقاعد مش لاقيه تاكل، بتنزل تشتغل شغلانات في امن ومش عارف ايه، وتشتغل وتتعب ومش عارف ايه، صح ولا غلط؟ فانا شايف ان اللي يستغل امريكا صح يعرف يطلع فلوس، زي ما انت بتشوف على السوشيال ميديا. تمام؟ الاجانب والعرب وكده اللي عايشين في امريكا بتقول ايه ده بص العرب دول معاهم فلوس، او دول اللي درسوا واشتغلوا واجتهدوا وي. تمام؟ لكن الاشخاص اللي هي بتيجي هنا تدور على الكاش والشغل في المطاعم في العرب والتنظيف والكلام ده كله، دول اللي مش بيعرفوا يعيشوا كويس، عشان هم دول حطوا سقف لنفسهم، حطوا ان المبلغ اللي انا باخده ب $18 في الساعه ولا الكلام ده هو دوت التوب بالنسبه لي. ما يعرفش ان في ناس ممكن تعمل لك 50 60 $70 في الساعه عادي جدا. تمام؟ ما تعرفش ان الناس اللي هم شغالين نيرس، ممرضه بس او ممرض في مستشفى، بتعمل لها $45,000 في الشهر. تمام؟ ده على ايدي انا شايف ناس كده واصحابي يعني. فده اللي انا حابب اقوله لك عليه، ان هو انت لازم تعرف ان امريكا فيها فلوس، انت بس بتشوف ناس معينه او فئه معينه فانت تقول لا. تمام؟ بس انا نرجع للسؤال، هل انا لو دلوقتي حابب ارجع او مصر او اعيش في دوله ثانيه اروح ولا ما اروحش؟ اقول لك لا. بس انا
هل انا بحب مصر جدا؟ مفيش حد ما بيحبش بلده، اللي يقول لك غير كده كذاب. تمام، انا نزلت وانبسطت وكل حاجه، ما عنديش مشكله، بس انا ممكن افكر في يوم من الايام لو انت ناصح او انا مثلا بفكر، لو انا ناصح احوش مبلغ كويس بعد 20 30 سنه انزل افتح مصر، انزل افتح في مصر بيزنس ولا حاجه. تمام، بما ان فرق العمله كبير. تمام، وابقى عملت البيزنس بتاعي وابقى عايش عندي بيزنس في مصر، ومثلا بيتي في مصر وكل حاجه، وفي نفس الوقت عايش في امريكا. ده لو انت عايز تظبط حياتك او تسيستم حياتك. تمام، دي ملخص انا ليه اخترت امريكا، او انا ليه دلوقتي لسه مكمل في امريكا. خش عندي على القناه هتلاقي فيديوهات كتيره جدا جدا عن الدراسه وعن الضرايب وعن وانا ان شاء الله الصراحه اتحمست ان انا اعمل لكم فيديو عن ال 401k. فعايز اقول لك اعمل سبسكرايب واعمل لي فولو على الانستجرام عشان هتستفاد كتير جدا جدا جدا، واكتب تحت في الكومنت حابب ان انا اعمل لك الفيديو الجاي عن ايه. فما تنساش تعمل لايك سبسكرايب واشترك في القناه وتفعل جرس التنبيهات. وانا حرفيا ما رحتش ولا مرت في الاخر، مش عارف ليه، انا 10 دقايق اوريدي في الفيديو، فانا ما بحبش اطول في الفيديو عشان انتم ما تتخانقوش. انا بحب اديكم 10 دقايق فيها الملخص، ما بحكيش كتير. فخلص الفيديو، ما تنساش تعمل لايك سبسكرايب واشترك في القناه، اشوفكم في فيديو جديد. سلام.